اهلا بكم يا احلى متابعين. النهارده هنلخص فيلم رعب جامد. تابعوا معايا الملخص وهقول في الاخر رايي الشخصي، ولو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم. بعد ما شفنا في الجزء الاول ازاي ايبان ضحى بنفسه عشان ينقذ زوجته ستيلا، هنبدا مع بعض الجزء التاني. في اول الفيلم بنشوف ست اسمها ستيلا بتحضن جثه زوجها اللي اتحرق بعد ما ضحى بنفسه عشان ينقذها. ستيلا كانت بتحاول تحكي للناس وتعرفهم اللي حصل في المدينه اللي كانت عايشه فيها، وتعرف الناس ان في 98 شخص اتقتل بوحشيه من مصاص الدماء اللي استولوا على المدينه لمده 30 يوم. والمدينه دي كان بيحصل فيها ظاهره غريبه، وهي ان الشمس مش بتطلع فيها لمدة 30 يوم والمدينة بتبقى ليل بس، وده بيخلي ناس كتير بتسافر من المدينة لغاية ما 30 يوم يخلصوا وبعدين بيرجعوا تاني للمدينة، واللي فضل في المدينة وما سافرش معظمه مات عن طريق مصاص الدماء. وبعد ما ستيلا حكت للناس على اللي حصل محدش صدقها، وكانوا معتقدين ان الدمار اللي حصل في المدينة كان سببه تسرب نفط. ستيلا بتفضل عايشة لوحدها بعد موت جوزها وبيجيلها كوابيس كتير وبتشوف فيها اللي حصل، عشان كده كانت عايشة على المهدئات. وبيجيلها جواب من شخص اسمه دين وبيقول لها ان مصاص الدماء انتقلوا للوس انجلوس. بعدين بنشوف ستيلا في مؤتمر في لوس انجلوس وبتحاول تشرح للناس اللي حصل في مدينتها، بس الناس بتضحك عليها وتسخر منها. وعشان ستيلا كانت عارفة ان محدش هيصدقها عملت حيلة ذكية جدا، وهي انها ركبت مصابيح الاشعة فوق البنفسجية في القاعة كلها، والاشعة دي تأثيرها نفس تأثير الشمس، يعني لو في اي مصاص دماء في القاعة وهي شغلت الاشعة هيتحرقوا فورا. وبنشوف اشخاص لابسين زي موحد ونضارات بس ما بيقدروش يمشوا ولا يعملوا رد فعل عشان محدش يكشفهم، وعشان الناس تصدقها بتشغل الاشعة فوق البنفسجية ومصاص الدماء اللي في القاعة بيتحرقوا، وبتحصل حالة من الرعب والفوضى في القاعة والناس بتهرب. ولما الشرطة بتحضر بتقبض على ستيلا وبيحقق معاها ضابط اسمه نورس وبيكون مريض، وبيقول لها انت عندك صدمة بسبب موت جوزك عشان كده بتهلوسي وبتقولي اي حاجة، واللي حصل في المؤتمر ده خدعة انت اللي عملتيها. وهي طبعا بتنكر وبتقوله ما حصلش، وانا مش هتنازل عن مهمتي وهعرف الناس ان لوس انجلوس مليانة مصاص الدماء. نورس بيغضب ونبرة صوته بتتغير وبيقول لها ان جثث مصاص الدماء اللي كانت في القاعة اتخلصوا منها، يعني ما فيش اي دليل على كلامك. وبعد ما ستيلا بترجع الفندق وتدخل غرفتها بتلاقي فيها 3 اشخاص مستنيينها، بيل وستيسي وتود، والتلاتة دول فقدوا قرايبهم بسبب مصاص الدماء ومحدش صدقهم، عشان كده التلاتة عملوا فريق اسمه صيادين مصاص الدماء، وقائد الفريق هو بيل، ومعاهم دين وهو الراجل اللي بعت جواب لستيلا وعرفها ان لوس انجلوس فيها مصاص الدماء. بيل بيقول لستيلا لازم تتعاوني معانا لانك عندك خبرة 30 يوم اللي عشتيهم في المدينة. ستيلا بتبقى مترددة في الاول، والبنت اللي اسمها ستيسي بتطلع بره الغرفة فبتشوف مصاص دماء بيتجسس عليهم، فبتدخل الغرفة وبتقول لهم وهم بيطردوه ويضربوا عليه الرصاص اللي مصنوع من الفضة. ستيلا بتقرر تنضم للفريق وبتروح معاهم عشان تقابل دين الشخص اللي بعت لها الجواب، وفي الطريق بتقول لهم على الشرطي نورس وبيقولوا لها انه مش مصاص دماء ولكنه اكل حشرات ومعروف باسم الطامح، والطامحين هم الفئة اللي بيطيعوا ملكة مصاص الدماء اللي اسمها ليليس، ولو ليليس ماتت كل مصاص الدماء هيموتوا. والفريق بيوصل لمكان دين وبعد ما بتشوفه بتلاقيه مصاص دماء وبتوجه سلاحها عليه، بس هو بيقول لها انا مش زي مصاص الدماء اللي تعرفيهم، انا نوع تاني اسمه زومبي، انا لسه محتفظ بانسانيتي. ستيلا بتسأله طب انت عايش ازاي؟ بيقول لها انا بشرب دم المرضى اللي في المستشفيات، يعني غالبا كده اللي بيموتوا بسبب المرض. بعدين بيوريها شوية اسلحة هيحاربوا بيها مصاص الدماء وبيعملوا خطة عشان يقتحموا مكان الملكة ليلي ويقضوا عليها. ستيلا بتبقى مش متحمسة وخايفة، ودين بيقول لهم ان الموضوع مش سهل. بعدها بنشوف الشرطي نورس بيروح للملكة ليليس اللي قاعدة في البانيو وبتاخد شاور عبارة عن دم، والشرطي بيديها معلومات عن ستيلا بس بتبقى مش مقتنعة بالمعلومات دي وبتأمر حراسها يقتلوه. بعدين بنشوف بيل قاعد مع ستيلا وبيسألها هترجعي المدينة اللي كنت عايشة فيها مع جوزك؟ وهي بتقول له لا، وهو بيحكي لها ازاي مصاص الدماء خدوا بنته ومحدش صدقه حتى زوجته سابته. بعدين بيركبوا العربية مع باقي الفريق وبيوصل لمكان ليليس، ولما بيحاولوا يدخلوا تود ايده بتتجرح وبينزل شوية دم، وبيدخلوا المكان وبيكون كله ضلمة. ستيسي بتبقى خايفة وبيشوفوا جثة راسها مقطوع، وستيسي خوفها بيزيد وبيفضلوا يطمنوها، وفجأة بيظهر جيش من مصاص الدماء
والفريق بيفضل يحاربهم ويضرب عليهم نار، وتوت بيتعرض للعض والوضع بيبقى خطير، وستيسي بيجيلها صدمة وبتقرر تهرب وتدخل في غرفة، وبيل بياخد تود ويسنده عشان يمشوا من المكان، وستيلا بتفضل تضرب نار وتحمي ظهرهم. بعدين بنشوف تود ابتدى يتحول، وبيل بيحاول يقنعه يسيطر على نفسه زي دين. تود بيحاول يسيطر على نفسه بس مش بيقدر، وبيتحول لمصاص الدماء المظلمين وبيهاجمه، وبيحاول يعض بيل بس ستيلا بتنقذه وبتفضل تضرب تود على دماغه لغاية ما بتحطمها، وبتفضل توبخ في بيل وبتقوله انت مش قادر تدافع عن نفسك وعامل لي فيها الزعيم قائد الفريق، وبتقوله مش قدامنا حل غير الانتظار لما الليل يليل، عشان ده الوقت اللي مصاص الدماء بيخرجوا بره المكان عشان يصطادوا، واول ما يخرجوا هنقدر نهرب. بعدين بنشوف ستيسي في المكان، وده المكان اللي هربت واستخبت فيه، وبتكون منهارة وخايفة، بس ستيلا بتقول لها لو ما بطلتش عياط هتبقي سبب في موتنا. فستيلا بترفع عليها السلاح وبيل بيهديهم، وبعد ما الشمس بتغرب بيل بيدور على اي فتحة يراقب منها، بيلاقي دين بيبص من الفتحة ووصل عشان يهربهم، وهم ماشيين بيهجم عليهم مصاص دماء. ستيلا كانت هتموته بس بتجيلها فكرة انهم ياخدوه اسير ويعذبوه بالاشعة الفوق بنفسجية عشان يديهم معلومات عن ليليس. في الاول مش بيعترف، بعدين دين بيتكلم معاه بلغة غريبة وبيخليه يعترف، وبيقوله ان الهجوم اللي هتعمله الملكة ليليس هيبقى في مدينة ألاسكا عشان الايام اللي الشمس هتغيب فيها في المدينة قربت، ودي المدينة اللي ستيلا كانت عايشة فيها هي وجوزها اللي مات. الفريق بيقرر يقضي على ليليس وبيروح لمخبأها السري، وبيعملوا كمائن وبيحطوا متفجرات عند المدخل، وبيقرروا يفجروا المكان لما الشمس تشرق ويقضوا على ليليس وكل مصاص الدماء. بس بعد ما بيدخلوا ويحرروا الناس اللي مصاص الدماء محتجزينهم، ولما بيحاولوا يحرروهم بيهجم مصاص الدماء على ستيسي وبياخدها كأسيرة، والجهاز الخاص بالمتفجرات بيقع وبيفضلوا يضربوا عليهم رصاص. بعدين ستيلا بتمسك الجهاز وبتفجر مدخل المخبأ، والشمس بتدخل وتحرق شوية من مصاص الدماء. بعدين بيخرجوا من المكان وبياخدوا معلومات من الست اللي حرروها، وبتقول لهم ان في سفينة فيها رهائن بياخدوا دمهم زي ما كانوا هيعملوا معاها، والملكة ليليس موجودة على السفينة دي. بعدين فجأة بيسمعوا دوشة، ودين بيبص في ثقب من الباب وبيتعرض لضربة في عينيه، وبتكون من الشرطي نورس، وبنعرف ان نورس ما ماتش لانه قال للملكة انه يعرف مكان دين اللي بيساعد البشر، وبيقول لها لو عايزاني اموت ستيلا ودين تساعده انه يتحول لمصاص الدماء، وهي بتوافق وبتحوله. بعدها بيهاجم ستيلا وبيل وبيضربوه بالرصاص وبيقدروا يهربوا، ونورس الرصاص مش بيأثر فيه. بعدين بنشوف الفريق وصل للسفينة عن طريق الرهينة اللي حرروها، وستيلا بتقول لبيل والرهينة وستيسي يمشوا وهي هتقوم بالواجب وتموت الملك. بيل بيقول لها انت كده بترمي نفسك في التهلكة، وهي بتقول له ما يهمنيش، وبيبقى كل همها انها تنتقم لموت جوزها. بس هما مش بيرضوا يسيبوها، وستيسي كمان بتروح معاهم، ولما بيروحوا للسفينة بيلاقوا مصاص الدماء بيحتفلوا عشان قدروا يخلوا مصاص الدماء اللي اتحرقوا يرجعوا تاني للحياة عن طريق الدم البشري. بس ده بيحصل لمصاص الدماء اللي راسهم ما اتقطعتش، واللي خلى الموضوع يبقى اصعب ان السفينة اشتغلت ومشيت. بعدين بيشوفوا انهم محتجزين ناس كتير عشان يعملوا عليهم طقوس اسمها طقوس الدم، واللي يقدروا بيها يرجعوا مصاص الدماء اللي الشمس حرقتهم. بعدها مصاص الدماء بيشوفوهم وهم بيدخلوا للقبطان وبيقولوا له يرجع، بس هو بيقول لهم ما اقدرش ارجع عشان هم محتجزين اسرته رهينة. بعدين بيجي مصاص الدماء ويشد ستيسي، وهي عشان خايفة بيطلع من سلاحها رصاصة بتيجي في قبطان السفينة، وستيلا وبيل بيروحوا عشان ينقذوها، بس بيلاقوا مصاص الدماء بيشربوا من دمها. بعدين بيحضروا كل مصاص الدماء ومعاهم الشرطي نورس، وستيلا وبيل مش بيقدروا عليهم، وبتظهر ليليس وبتطلب من مصاص الدماء اللي موجودين يمصوا دم الرهائن اللي موجودين، وبيعملوا كده بالفعل. ونورس بيشرب من دم بيل، وبعدين بيروح لستيلا بس هي بتقدر تهجم عليه وتقطع راسه. بعدين بتحرر بيل وبيروحوا لغرفة التحكم وبيدمروا كل حاجة فيها، وده بيخلي السفينة تقف. ولسوء حظهم بتظهر الملكة ليليس وتعض بيل من رقبته وبتخلص عليه. بعدين بيحصل مواجهة بينها وبين ستيلا، وبتفضل تفكرها بجوزها اللي مات وتسخر منها. بعدين ستيلا بتدخل في حوض استحمام ليليس اللي معظمه من الدم وبتستخبى. بعدين بتظهر فجأة وتقطع راس ليليس ملكة مصاص الدماء، وباقي مصاص الدماء بيحضروا بس مش بيعملوا لها اي حاجة عشان هي قدرت تهزم الملكة. بعدين ستيلا بتتصل بخفر السواحل
ومفيش أي حد اتكلم على اللي حصل في السفينة. بعدها بنشوفها بتحفر قبر جوزها وبتطلع جثته المحروقة وبتحط على الجثة دم عشان يصحى تاني، وبتحاول تاني بس مش بيحصل أي حاجة. بعدين بتفقد الوعي من التعب، ولما بتصحى بتلاقي جوزها إيه واقف قدامها بس بيبقى مصاص الدماء. وبكده بيخلص الفيلم. هنقول مقارنة سريعة بين الجزئين. الجزء التاني كانت الأجواء فيه عادية بالليل والنهار، وركز على الحركة والأكشن أكتر من إحساس الرعب المستمر، ومصاصين الدماء كان شكلهم مرعب بعض الشيء، بس كانوا مركزين على القتال أكتر من تعطشهم للدم. أما الجزء الأول أجواء التلج والليل المستمر والعزلة التامة خلت الرعب أكتر، وكان في كل لحظة من الفيلم. ومصاصين الدماء كان شكلهم مرعب جدا ودموي وحركتهم سريعة، وده خلانا نحس بالرعب أكتر. ببساطة لو بتحب الأكشن وسط الرعب يبقى الجزء التاني هيعجبك. وما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات.